انت ليه قاعده في مدينتي وقاعده في المطريه؟ يعني ليه مش مستقره في المطريه ومستقره في مدينتي؟ عشان انا تصوير اغلبه في دار مصر وفي الرحاب وفي مدينتي، فان انا امشي كل يوم من هنا وانا معيش عربيه او حاجه توديني كل يوم مواصلات حوالي 500 جنيه وبقى رايح جاي، فموضوع مكلف قوي بالنسبه لي. هل بعد نجاحك من الثانويه العامه ممكن تنقلي لمدينتي وانت واسرتك؟ مش للدرجه دي، الشقه هناك عامله سكه 10 مليون منك لله. مش معيش 10 جنيه في جيبي. طب بقول لك يا سوزي، هتجيبي انت عربيه؟ لا مش عايزه اجيب عربيه. يوم ما قالت لما تنجح اجيب لك سكوتر. ما جبتوش بعد اللقاء ده اقسم بالله الشقه دي كلها هتولع لتاني مره. يا سوزي انت قبل كده قدام الناس هادي تعبان، انت مش عارفه حاجه. انا قدام الناس بس بجد مش هزار، انت قدام الناس هادي. يا عم انا معايا 10 مليون والله ما اقعد في الشقه دي. انت الناس عندها لك هديه مني ليه؟ بصي الناس بيشبهوكي بشاكر ومداهم والناس دي. طب كويس والله ما حدش يعرف اللي فيها، اقسم بالله امي مدينه ب 70,000 جنيه. شوف شاكر ومداهم. طب انت اتقال ان سوزي هتتخطب بعد الثانويه العامه، ايه الكلام ده؟ مفيش الكلام ده؟ لا يعني مش هتتخطب بعد الثانويه العامه؟ مش عايزه اتخطب. اي ارتباط ما بينك وما بينك، ايه؟ اي ارتباط ما بينك وما بين مولي او اي حد تاني. والله لو في اي حاجه اقول لك، بس اخوك يعني؟ ما ينفعش يعني بقى شايفينك بقى. بصي احنا مش احنا هنا صراحه، احنا صراحه ما ينفعش يعني. ده الناس كلها ده بيتكلموا على طول فيديوهات مع بعض لاقيين على بعض. ماشي بس على طول صعبين مع بعض. مش عايزه اخد خطوه دلوقتي عشان مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عشان انا عايزه اعمل حاجه لنفسي. انت لسه صغيره مستقبلي. بس تفتكري انا دلوقتي نجحت خلاص بقى اقدم في جامعه. تفتكري ان مولي شريك النجاح على السوشيال ميديا؟ طبعا. قبل ما اعرفه ما كنتش بصور اعلانات خالص، ولا كنت اكتف ولا كنت بيرفكت في الاعلانات نهائي بقى خالص. ما بعرفش اصور قدام الناس، لازم يفضلوا لي المكان. لو بصور اعلان او اي حاجه بدا ان هو يساعدني في كذا خطوه، في كذا براند بدات اصوره. ما كنتش انا كنت بعمل تيك توك بس. الصفات الايجابيه لمولي بالنسبه لك؟ حد جدع، حد امين. بس طب كلمينا كده يا سوزي، مواصفات فتى احلامك عامله ازاي؟ الناس حابه تعرفها. مواصفات فتى احلامي. استنى عن احلامي. ايه احلامك طيب؟ انا عايزه اجيب شقه. ايوه وعايزه اجيب عربيه، مش فارق معايا ولا العربيه ولا الشقه تبقى فين ولا منين ولا بتاع، وافتح مشروع وخلصانه كده. ده كل هدفي في الحياه. طيب ايه علاقتك البلوجر اللي موجودين على الساحه، سواء كانت ام مكه، سواء كانت هدير، سواء ام ساجده، الكلام ده؟ هدير عبد الرازق. لا ماليش علاقه بيه خالص، ما اعرفهاش اساسا. ولا تعاطفتي معاها بسبب الحاجات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وكده؟ حبسها والجو ده. بص ربنا يهدي الجميع. ماليش وجهه نظر في حاجه. هي اكبر مني سنا، واللي هي بتمر بيه انا اصغر من ان انا اتكلم فيه، فاهمني؟ تمام. انا صغيره وهي بتمر بحاجات كبيره وصعبه. انا مش هحط نفسي في الموقف ده لان الموقف كبير. كده صراحه انت عاقله بس مش هقول لك اكتر من كده. بس حد يسال حاجه ثانيه يا شباب؟ لكن حسن ام ساجده حد عسل انا بحبها بصراحه. حد جدع ابن بلد، وام مكه حد كويس وبعيد عن مشاكل انا وهي. انا مستحيل اطلع اقول لك اكلها وحش والكلام ده وهاجمها في اي حاجه. انا بعزها والدنيا عندها حلو. تعرفي تعملي اكل يا سوزي؟ انا حاجات على الخفيف كده. ايه هي اكتر اكله بتعمليها ايه؟ مكرونه محمره. بحمر. هي دي احسن اكله بتعمليها؟ هي دي اقوى اكله عندي، مكرونه محمره. ده ماما ما علمتكيش اي حاجه؟ لا امي بتعلمني. يعني لسه بديش ست بيت كويسه انت دلوقتي ولا؟ انا بقول لك مش عايزه اتجوز. بتعرفي تعملي محشي تحديدا ورق عنب، الكلام ده صح؟ بعد الشهر مش عادي. اكتر حاجه ساعدتي بيها اسرتك ايه هي بعد نجاحك طبعا؟ لا اللي بيني وبين اسرتي ما بحبش اتكلم عليه على السوشيال ميديا. طب بمناسبه نجاحك هتجيبي لهم ايه؟ محدش بيحتاجني بعيد اهلي او بره اهلي، محدش بيحتاجني وبرفض له طلب او برفضه هو ده تماما. بس انا ما بحبش اتكلم انا ساعدت اهلي ما ساعدتهمش، دي حاجه خاصه بيا. حتى لو انا بطلع على السوشيال ميديا ما عنديش خصوصيات والكلام ده، واي حاجه بحكيها ونزلت وطلعت ورحت وجيت. بس هي نقطه اهلي دي بيني وبينهم، فاهمني؟ هتجيبي لهم ايه بمناسبه نجاحك؟ هما اللي هيجيبوا لي سكوت. هما هيجيبوا لي سكوتر. ازاي يعني؟ مش المفروض انت المفروض تجيبي تورتايه يعني تفرحيهم؟ تورتايه من كام يوم كل يوم ولا ايه؟ كان على طمع. انت جايب اللبس معاك؟ لا وربنا ما جبته، ده جدي اللي جاي. والله سوزي ولو ما جابلوش سكوتر ابيع دول. قول يا كلمينا كده سريعا يا سوزي، لو حابه توجهي كلمه او رساله لكل شخص ساهم في نجاحك هنا في البيت، من اول اختك الصغيره وباباكي ومامتك. والله هم بيشجعوني انت معايا وحابين لي الخير، بس انا بحب اعمل اي خطوه في حياتي
انا اللي اجتهد بيها بطولي عشان احس ان انا تعبت فعلا، إحنا- احس ان انا خلاص انا بجد عملت اللي اقدر عليه. احنا شفنا اختك ما شاء الله كانت مستنياكي تحت وعماله ميت تلف حوالين نفسها وبتقول فين سوزي فين سوزي دي مستنياك. عسليه، دي وش الكيف عليها في اي حاجه. دايما بتطلع معاكي وبتحب يعني بتحبي تظهريها في بحب السوشيال اظهرها ميديا. عشان في ناس عندهم اخوات زي اختي ما بيفهموش معاهم، فاهمني؟ اه. استعاروا منهم، ما بيتعاملوش معاهم بحاجات كتير قوي، فاهمني؟ فانا بحب اطلع بيها عشان الناس اللي عندهم حد زي كده تحس ان يتعاملوا ربنا معايا الكلام بيكرمك ده. عشان مي؟ ده كده كده ربنا بيكرمني عشان والله انا بعمل اخطاء كتير جدا، يعني انا بعمل اخطاء كتير جدا ربنا بيكرمني عشانها بجد بجد. يعني انا ممكن تشوفني ماشيه خلق الله بس دايما الفاظ، بس اكيد بره الميديا يعني دايما متعصبه، دايما متوتره، دايما بنم على اللي حواليا، ما بحلش يعني. طب بحلش سوزي، تنمر. سوزي انت بتصلي ولا لا؟ لا مش منتظمه بصراحه. مش منتظمه لكن بتصلي احيانا. ساعات رمضان ساعات برضه بصوم. يعني انا عمري في حياتي ما صمت غير السنه اللي فاتت. صمت بقى كنت بتفطري؟ الشهر كله كنت بفطر دايما. والله في بليل. انت صريحه. طب انت يا سوزي انت كنت عارف ايوه كنت بفطر والله. عشان كنت صغيره. لا كنت في حاجات كتير كده كنت غريبه عنها، ما كنتش بسمع لاهلي ولا الكلام ده. لكن من اول السنه دي او السنه اللي فاتت بدات كل حاجه تتغير، كنضج وكاسلوب وكمعامله وحياتك كمان بدات ككل حاجه، ككل حاجه بمعنى الكلمه. طب انت يا سوزي تعليق على الناس اللي بتقول ان عمل البلوجر ممكن يغني عن الصلاه بشكل كبير، او معظم البلوجرات مش بيأدوا الصلاه او مش بيصلوا يعني بصوره منتظمه، الكلام ده مش كل صحيح اللي ولا انت شايفه على السوشيال ميديا ده واقع عموما. مش كل البلوجرات اللي انت شايفهم طالعين متجوزين وبيحبوا بعض وبيروحوا وبيجوا وبيجيبوا هدايا وبتاع، مش كل ده حقيقي اصلا. كل ده فيك. يعني كل ده فيك، نص ده فيك. وفي ناس بتتجوز وبتخلف على الميديا لاجل الترند، يعني خطوبه في بعدها جواز في بعدها حمل عشان خاطر الترند وعشان في ناس بتنفصل عشان الترند. في ناس بتعمل كل حاجه عشان الترند. بص الترند ده بيخلي الناس ترجع تشوفك تاني، حتى لو انت نمت بيرجعوا يشوفوك تاني، ومجرد ما انت تتشاف تاني هتبدا تشتغل تاني. الكلام ده معروف فانت بينك يعني؟ نمت. ايه؟ الكلام ده معروف بين البلوجر ان الترند. معروف قوي. احنا انت حطيتي ده في حيثياتك قبل كده؟ يعني ان انت عايزه ترجعي ترند في يوم من انا الايام؟ مش محتاجه ترند دلوقتي او قبل كده او بعد كده. طب انت رايك كيف الترند الاخير بتاع احمد حسن وزينب اللي هم تقريبا انفصلوا عن بعض، كانوا مش عارفاهم اصلا بلوجرات اعلانهم بس في ما اعرفهمش. انا ما عنديش فكره عن اي حد على السوشيال ميديا، فاهمني؟ انا بعمل فيديو بتاعي بنزله خلاص. فاهم قصدي؟ انا بعمل فيديو وانزله. اخر حاجه عشان نختم معاكي عشان ما نثقلش عليك. قولي لنا كده، عايزه توهبي نجاحك او اللي انت فيه ده لمين؟ ثانية والدك. ثانية ماله نجاحك؟ توهبي نجاحك لمين؟ يعني تهدي من نجاحك لمين؟ لامك اللي تعبت، لابوكي؟ والله عيلتي كلها كلهم تعبوا معايا وكلهم بيقدروني فانا ما حدش سايبني والله. واللي مفرحني ان انا نجحت السنه دي، مش ان انا اخش جامعه ولا كليه ولا فرحانه لنفسي، على قد ان انا فرحانه ان يعني فاهم هيبقوا مبسوطين ورافعين راسهم، لان الناس كلها شدت فيهم انت مش السنة اللي محتاجه فاتت. كليه اصلا، انت ناجحه نجاح مش محتاجه كليه اصلا. انا عارفه ان انا ناجحه في حياتي، مش شرط اكون ناجحه في مدرسه سوزي والكلام ده، بس بوسيها بقى، طب واخدوني خدونيها بقى وبوسيها. انا مبسوطه ان انا نجحت عشان محدش يشمس في اهلي، فاهمني؟ الغاليه جت تبارك لك على حد انت ما سلمتيش عليها. ايوه كده. لكن انا مش مبسوطه ان انا عشان انا نجحت. تعالي اقعدي جنبها. انا كده كده ناجحه في حياتي. لكن انا مبسوطه ان انا نجحت عشان خاطر صحاب امي كانوا في الشغل. بقول لك ايه؟ عملت ايه، مع انهم كانوا عارفين ان انا السنه اللي فاتت كنت ساقطه. بنتك مش عملت ايه، وكانوا بقى فاهم انت تريقة. نظره الشماته دي، ده جايبه 33% دي عامله. فانا على قد ما اقدر والله يعني السنه دي عملت اللي يا عليا. ام سوزي فرحانه ولا؟ فرحانه بجد والله. على فكره هي طلعت ما جابتش 50%. 82. 33 اصل الناس قالت ان هي جابت 50 انا فعلا. قلت جبت 50. لا هي اللي قالت مش الناس، هي اللي قالت. السنه اللي فاتت يعني انت كده جايبه 82%. جايبه 83. 83. الف مبروك. الف مبروك يا سوزي و